واحد من اهم الجوانب اللي احنا بنحاول نطورها في الاولاد وفي اللعيبه اللي موجودين هو طبعا الجانب الفني، لان هو ده الاساس اللي بيتبنى عليه لعيب الكوره في كل الجوانب الفنيه اللي بيحتاجها، الجانب البدني، الجانب التكنيك، الجانب التكتيكي، وكل الاحتياجات اللي بيحتاجها لعيب الكوره، طبعا بما فيهم التغذيه وكل الامور اللي بيكونوا في حاجه ليها. دوري هنا واحد من اهم الادوار اللي انا بقوم بيها، طبعا غير شغل الملعب وادارتي للفرقه اللي انا مسؤول عنها، وهي فرقه 2010 اللي انا واحد من الادوار اللي بقوم بيها اللي انا بحاول اطور التكتيكال اويرنس او الوعي التكتيكي عند اللعيبه اللي موجوده عندنا. وده بيحصل من خلال التكتيكال ليكتشرز اللي بنديها لهم مره او مرتين كل اسبوع. بنحاول نفهمهم ازاي الكره بتتطور في اوروبا، وازاي العالم ماشي في اتجاه معين في الكوره. ولادنا بيتفرجوا دايما على فيديوز لماتشات للتوب ليفل الدوريات الكبرى في اوروبا، سواء بنحاول نحلل لهم افكار المدربين، وازاي المدربين بيبداوا يفكروا في اتجاهات مختلفه عن اللي موجوده هنا في مصر، واللعيبه الكبيره ازاي بتتصرف في مواقف مختلفه من الملعب، علشان نقدر ان احنا نواكب كل التطور اللي بيحصل في العالم. وده واحد من اهم الادوار اللي انا عن نفسي شايف اللي انا بقوم بيها هنا، وواحد من اهم الاحتياجات طبعا اللي بيحتاجها لعيبه الكوره